بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم موعدنا مع آخر حلقة عن معرض مصر الدولي للطيران والفضاء، حيث نتناول الصفقات العسكرية المصرية التي تمت في المعرض، والأسلحة الجديدة التي كشف عنها الستار للمرة الأولى. وهنا أعني الأسلحة الحقيقية وليس ماكيتات الترويج والعرض. لكن قبل بدء الحديث، أرجو من كل متابعي القناة الدعم والضغط على زر الإعجاب لزيادة وصول الحلقة إلى كل متابعي الساحات العسكرية. نبدأ حديثنا مع صفقة المقاتلات الصينية التي كشف عنها الستار تصريح رئيس الجناح الصيني عن توقيع الجيش المصري لاتفاقية على مقاتلات صينية، ولكنه لم يسمها، وكان ذلك خلال اليوم الأول من المعرض وقت تفقد الرئيس المصري للجناح الصيني، حيث قال أن اتفاق مبدئي قد وقع بتاريخ 19 أغسطس بين مصر والصين لتزويدها بمقاتلات صينية. وأيضا أهم شيء هو المقاتلة المتقدمة تحت اهتمام سيادتك الشخصي، فلقد تم توقيع اتفاقية بين جيشين دولتين في يوم 19 من أغسطس، فسوف ندفع هذا المشروع مضي قدما بقصار جهدنا. بعدها انتشرت أخبار الصفقة على المواقع العسكرية، وتناولتها التحليلات من مختلف الوجوه حول نوعية المقاتلات واعتراضات الولايات المتحدة الأمريكية على حصول مصر على مقاتلات صينية. وكان أهم ما نشر تأكيد موقع دفاع العرب على الصفقة وفق تصريح مسؤول شركة شانغ دو الصينية خلال لقاء خاص داخل جناح الصين عن أن مصر تعاقدت على مقاتلات الجي 10 سي، لكنهم لم يعطوا أي تفاصيل عن العقد المصري، مثل قيمة العقد أو عدد المقاتلات أو مواعيد التسليم. والأهم، هل يشمل هذا العقد نقل تقنيات التصنيع إلى مصر، أم أن التعاقد كان عن عملية شراء مباشر، تاركا باب التكهنات مفتوح أمام الجميع. عموما توقعي الشخصي أن الصفقة ستكون في حدود 2 مليار دولار على عدد يتراوح ما بين 36 إلى 48 مقاتلة لتعويض تقاعد حتمي للبلوك 15 من مقاتلات الاف 16 المصرية القديمة بعد أن أوشك عمرها التشغيلي على الانتهاء، حيث بدأت العمل داخل سلاح الجو المصري بين الأعوام 1982 و 1984، أي أنها قد تجاوزت 40 عام تشغيلا. لكن يظل الأهم أن صفقة مقاتلات الجي 10 تلك فتحت الباب على مصراعي أمام مصر للحصول على أقوى مقاتلة صينية من الجيل الخامس، الشبح جي 20، التي باتت قريبة جدا من مصر أكثر من أي وقت مضى، وفق عوامل سوف أكشف عنها في حلقات قادمة. أما الصفقة الثانية فقد كشف عنها إعلان شركة لوكهيد مارتن الأمريكية على خلفية معرض مصر الدولي للطيران والفضاء، وتأكيدها أن مصر باتت الدولة الثالثة والعشرين المنضمة لنادي الدول المشغلة لطائرات السوبر هيركليز على موقع إكس، مع تهنئة للقوات الجوية المصرية على تعزيزها أسطولها الجوي بطائرتين من الطراز سي 130 جي 30. وقد زين إعلان الشركة الأمريكية صورة للطائرة وهي تحمل التمويه الصحراوي وتحلق فوق الأهرامات. هذه الصفقة مستقلة عن صفقة العام 2022 على 12 طائرة نقل عسكري من الطراز سي 130 جي سوبر هيركليز بقيمة تبلغ 2.2 مليار دولار. وحقيقة هذه الصفقة أثارت الكثير من التساؤلات حول هويتها وتاريخ توقيعها، وهل هي صفقة العام 2016 التي كان مقرر تسليمها إلى مصر خلال العام 2019، أم أنها شيء آخر،
خصوصا وأن مصر لم تقدم هذه الطائرات بشكل رسمي حتى الآن. والصفقة الثالثة هي تصديرية، وقعها رئيس أركان القوات الجوية النيجيرية مع إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال الصناعات والحلول الجوية والأنظمة ذات الصلة. هذه الصفقة تتضمن تصنيع نظم محاكيات لكل نوع من أنواع الطائرات العاملة في صفوف القوات الجوية النيجيرية. أيضا تم الاتفاق على نقل تكنولوجيا التصنيع إلى دولة نيجيريا في مرحلة لاحقة. الصفقة جاءت على هامش معرض مصر الدولي للطيران والفضاء عقب مباحثات عقدها رئيس أركان القوات الجوية النيجيرية مع قائد القوات الجوية المصرية. تلك المباحثات تناولت سبل بحث تعزيز مجالات التعاون، خاصة في شق البحوث والتطوير وتدريب الطيارين. وقد تم الاتفاق على أن ترسل القوات الجوية المصرية وفدا إلى دولة نيجيريا لتقييم طائرات التدريب المتقدم والهجوم الخفيف من الطراز ألفا جيت من أجل إجراء عمليات إصلاح شامل لهذه الطائرات بالتعاون مع مهندسي سلاح الجو النيجيري. كذلك سيقيم وفد القوات الجوية المصرية إمكانية إجراء عمليات تدريب تكتيكي داخلي لطيار القوات الجوية النيجيرية بهدف تعزيز كفاءتهم، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع النيجيرية، والذي أكد على أنهم قد استفادوا سابقا من برامج التدريب المشترك مع مصر، حيث نفذت القوات الجوية المصرية عمليات تدريب لنحو 50 طيار نيجيري. وهنا أيضا يجدر الإشارة إلى أن مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع قد حصل منذ أيام قليلة على اعتماد رسمي من مجموعة سافرن الفرنسية ليكون المركز الوحيد على مستوى العالم خارج فرنسا الذي يمكنه القيام بكافة أعمال عمرة وصيانة المحرك لارزاك الخاص بطائرات التدريب المتقدم والهجوم الخفيف الفرنسية الألفا جيت. بعدها نذهب إلى مفاجآت المعرض والأسلحة الجديدة التي كشف عنها الستار للمرة الأولى، ونبدأ مع تقديم الهيئة العربية للتصنيع منصة تسليح آلية متعددة المهام يتم التحكم بها عن بعد. ظهرت المنصة مزودة بمنظومة للمجابهة والإعاقة والتشويش ضد الطائرات المسيرة، كذلك كانت مسلحة بصاروخ ملتوكا المضاد للدروع. هذه المنصة تتميز بقدرتها على الدوران حتى 360 درجة خلال 8 ثواني فقط، وبنظام توجيه للأسلحة ذكي يدعمه الذكاء الاصطناعي مع حمولة تزن حتى 1000 كيلوغرام، ويمكن استخدامها من قبل القوات الخاصة والمشاة والمدفعية والقوات البحرية. وقد صرح ممثل الهيئة أنه قد تم تصميمها كي تلبي الاحتياجات المختلفة للعديد من منظومات التسليح، مثل الصواريخ المضادة للدبابات ونظم إطلاق الصواريخ المتعددة، وعلى رأسها الراجمات الصاروخية. أيضا يمكن تجهيزها بمجموعة متنوعة من الأسلحة الثقيلة، مثل مدفع رشاش من العيار نصف بوصة 14.5 ملم، ومدفع من العيار 30 ملم، وقاذف قنابل 40 ملم. أيضا كشفت الهيئة العربية للتصنيع عن نظام للتشويش على الطائرات بدون طيار الصغيرة، مكون من نظام بصري للرصد وحقيبة قد يكون بها نظام الطاقة المغذي، وبندقية عصرية للتشويش مضادة للطائرات بدون طيار. أيضا كان هناك الصواريخ المجنحة ذات الحجم الصغير من إنتاج شركة ريبوتنج انجينيرينج سيستمز المصرية، وهي عبارة عن رأس حربي من الأعيرة 122 و155 ملم، تحتوي على مجموعة تحكم بالطيران مع تصميم متقدم وتوجيه ذكي. وزنها 10 كيلوغرام، مصنعة محليا، ويبلغ مداها 30 و80 كيلو متر على الترتيب، وهي تعتمد على التوجيه عبر القصور الذاتي والأقمار الصناعية، بالإضافة إلى نظام توجيه كهروبصري، وإضافة إلى إمكانية دمجها على الدرونات المصرية. مخطط عملها على المروحيات والمقاتلات العاملة لدى القوات الجوية المصرية في المراحل التالية.
أيضا كان هناك القنبلة الانزلاقية من إنتاج شركة ريبوتنج انجينيرينج سيستمز المصرية المتخصصة بصناعة الأنظمة الذكية غير المأهولة الجي دبليو دي 6 المزودة بأنظمة للتحكم وتوجيه الطيران. يبلغ وزن رأسها الحربي 1 طن ومداها 50 كيلو متر. تعمل ب3 أنماط توجيه تشمل الأقمار الصناعية والقصور الذاتي والتوجيه الكهروبصري لزيادة دقة الإصابة. نظام التوجيه المصري العامل عليها يصل وزنه إلى 100 كيلوغرام ويتيح المرونة في تحديد الأهداف، حيث يمكن إدخال إحداثيات الأهداف قبل إقلاع المقاتلة وتعديلها من قبل الطاقم في الجو. أيضا يمكن للنظام قراءة الإحداثيات تلقائيا باستخدام أجهزة الاستشعار المتواجدة على المقاتلة، وهذا النظام يمكن تركيبه على قنابل الحافظ المصرية وقنابل المارك الأمريكية، لذلك تعد إضافة كبيرة داخل ترسانة تسليح القوات الجوية المصرية. بهذا نكون قد بلغنا نهاية الحلقة، مع تحية خاصة لكل متابعين وداعمين قناة الساحات العسكرية.